هلو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده طلع اتكلم فيه عن انجلش كي 2 من وقت الترم التاني ما بدأ، وانا جايلي مسجات كتير جدا بتقولي ان الطفل مش ماشي في المنهج، او التيتشر بتدي منهج، شغاله منهج يعني شغاله الوردز بتاعت المنهج، تمام، والطفل لا هو عارف يقراها ولا هو عارف يكتبها حتى. من ضمن الفيديوز بتاعت المتابعة اللي اتبعتت لي ان الطفل مثلا على سبيل المثال وهو بيقول سوبر ماركت فبيقول كده سو بار، كاتبها كده سو بار ماركت. طيب هنا في حلقة مفقودة. الحلقة المفقودة ان انا بقول مفيش طفل يكون ما اخدش فونكس ما ياخدش منهج. طالما ما اشتغلتيش حضرتك فونكس ما تدخليش منهج. طب والمنهج متديهوش، هشتغله امتى؟ في الاجازه. يا جماعه مفيش فونكس، مفيش دراسه برونانسيشن اصوات، يبقى مفيش منهج. لازم تزرعي في الطفل ان الانجليش مش مسموع. فبنبدا نقول يعني كذا حد خلال الاسبوع اللي فات بالذات كنت بتكلم وبقول ان لازم لتيتشر او لمامي لابنها، تمام، العربي كل ما هو مسموع مكتوب. يعني كل حاجة انا هقولها لك انت هتسمعها، فتح كسر ضم سكون مدود شدة، خلاص. نركن بقى العربي على جنب. الانجليش اون ساوند، الانجليش اون ساوند يعني كل ما سمعته مش طول الوقت، مش all the time انت هتكتبه. الليفل 2 اللي هو ليفل الشورت فاول، الفايف فاولز لما بناخدوها ساوند اوف فايف فاولز، عندك A E I O U، لما بتخلصي دول الليفل ده ساوند، يعني كل اللي هنقوله فيه هيتسمع هيتكتب. زي مثلا فور اكزامبل لما بنقول مات فبنقول كده ات. pain اللي هو ألم جف فبقول له كده pay دي بي اي، pay short e فبقول pay pot po ت sun s يعني sound يو فكل ده sound. يخلص ده بنبدأ بقى نزرع معاه. بقول له ان الانجليش ام ساوند. ايه اللي انت بتقوليه ده يا شيماء؟ يعني كل word انت هتاخدها كبيرة شوية 4 أو 5 letters فيها جيم، جواها جيم. قبل ما بدخل ليفل ان انا مجبرة ان انا اديله منهج، بس انا مخلصة ليفل الفونكس اللي هو الشورت فاول ومدياله السايت ووردز. ايه هي السايت ووردز؟ وهو شغال في الشورت فاول هو اوريدي بيكتب sentence. It is a cat. The cat is on a mat. The it is of الوردز ديت، السايت ووردز ديت اللي هي الكلمات الشائعة اللي هي دايما بيشوفها. انا بعمل سكتش صغنن اسمه Games of Sound، هحط كل الصور بتاعته في الكومنتس، تمام. ده سكتش منفصل يا جماعة في قلب اللغة. المادة ديت فيها أجزاء كتير، احنا واخدين بس النهاردة اهو جزء البرونانسيشن. فبقول له ان انت معاك ألعاب كتير هتلعبها. نشوف ذ تي اتش، وممكن تشوفها مرة تانية تي اتش، وممكن تشوفها مرة تالتة ذ تي اتش اي ذا تي اتش اي ذا. جيم تالتة خالص اقول له اني is هي اي شورت اي ز. انت سمعتها مني ايه يا حبيبي؟ يقول لي زي. وانت هتكتبها ايه يا روحي؟ يقول لي زي. اقول له لا، احنا هنكتبها اس. ليه؟ عشان احنا عندنا جيمز ان الانجليش عشان هو ان ساوند فمش كل ما هو مسموع مكتوب. فاجي عند ايس كده في سيركل واقول له ان الز هنا الاس هنا makes sound زي. the word has يعني معاه في sentence انا دايما بقولها the man has a fan, the man has a car. اوكي، فبنيجي نقول له وهو بيكتب has بيكتبها لي بالزي، اول مره يشوفها هو شغال بودنه، فانا بقول له ان الاس في has makes sound زي. هنا انا بدات ازرع عنده معلومه في دماغه ان الانجليش مش مسموع. يعني انت في اوقات هقول لك ان الورد دي ساوند يا روحي، والورد التانية خد بالك اللي فيها جيمز.
من هنا هو بيبدأ يتعود معايا اوريدي. خلصنا ليفل الشورت فاول خلال كي 1 طبعا. بعد كده بندخل على يا ستي خدي شابتر 1 او شابتر 2 من اللونج فاول. مش لازم تخلصي اللونج فاول كله، انا ما خلصتوش، خلصت منه 2 شابترز، او في اطفال خدت معايا شابتر واحد اللي هو اللونج فاول اي، ودخلنا في منهج كي جي 2. عملتي ايه في منهج كي جي 2؟ كده البرونسيشن سوري اوريدي شغاله. اوكي، هناخد منهج معايا كونكت اور كونكت بلس، او معايا الاثنين اصلا. تمام، معايا توب جرامر للجرامر، ومعايا البرونانسيشن. كل ده في سيشن واحد؟ لا طبعا. لو اخدت جرامر يبقى هاخد معاه ووردز، لو اخدت ووردز هوقف جرامر واشتغل برونانسيشن حلو قوي. خلاص. طيب الكلمات، هنيجي في الوردز الكبيره. لازم كل وورد تكوني ليها اغنيه، لازم كل وورد يكون ليها حدوته، مش اغنيه تقولي الليترز، ممنوع طبعا. يعني ما ينفعش تيجي تديله دكتور DOCTOR. خلاص احنا موقفين ده من سنين السنين، مفيش الكلام ده. امال انت هتعملي ايه؟ انت هتجيبي فور اكزامبل the word doctor، فهتقولي له كده doc ده syllable. tour يعني doc، هنا short vowel o اهو، ك هيبقى عارف ان دي هي C مش K. doctor. طيب dentist دكتور السنين. dentist هنحفظ dentist ازاي؟ مش هنحفظ. طب هنكتب dentist ازاي؟ ممنوع يا مامي تيجي تقولي له سمع لي dentist spelling dentist. هتسبلينج يبقى by writing، كل حاجة في حياتكم تكون by writing. فهتقولي dentist هتقولي كده دين ده short vowel E، واخدينه أصلا في الشورت vowel already. دين يبقى DEN، هو يبقى عارف ده كده syllable. TI ست يبقى أنا هقول ست. خلاص. طيب فاير فايتر اللي عامله ازمه لكل الناس، هو اوريدي مامته وهو بيسمع لي وهو بيشوف لي امبارح بتوريني يعني الليفل بتاعه هو واقف فين، هو عارف انها فاير فايتر، فقال لها دي فاير فايتر، دي بوليس اوفيسر، دي دانتست، ده تيلر. هو عارف الاسامي، هو حافظ اسم الناون، لكن هو مش عارف البرونانسيشن وهو بيقرا. تعالى اكتبها، مش هكتبها. هنكتب ازاي فاير فايتر؟ عشان كده بقول لازم ناخد لونج فاول. في فاير في لونج فاول اي، فاير هنا في اي اتنطقت باسمها باي اتس الناون، عشان معانا ماجيك اي يا حبيبي. الماجيك اي ادت اللونج اي الباور بتاعها، فالاي اتنطقت باسمها، فقلنا فاير. طب فايتر again فاي GH silent، فيبقى عارف ان في GH في الورد هي unsound، ما تقلهاش صوت اصلا، بس اوريدي اجباري عليك انك تكتبها فاي GH silent tear. وهكذا مع كل الوردز. تقسيم الورد لسيلابل يعني اقسام مقسمه هيساعدك ان حضرتك تكتبي الورد بطريقه صحيحه. جيت من يومين بالظبط كان معايا بنوته بتكتب كلمه wonderful رغم انها في جونيور 2، كتبت لي wonderful رائع، وهي بتكتب السنتنس بتاعتها كتبت السيلابل الاولانيه من wonderful ONE. فقلت لها دايما احنا بنقول ان الانجليش ايه، قالت لي unsound، مش كل اللي هنسمعه هنكتبه. قلت لها number 1 ONE one. the word one اللي هو verb fast خلاص in the past هي win won، فبنقول won WON. won هنا كسب، won هنا number 1. طب هو هيعرف منين؟ من خلال meaning of the sentence، هيفهم السنتنس اللي انا قلتها، وهيعرف اذا كنت انا بقول number 1 اللي هي رقم 1 ولا بقول won كسب. فهمتيني؟ I have one car، هنا انا عندي عربية واحدة، يبقى هو هيكتب one ONE. This day is wonderful. This day is wonderful. اليوم ده رائع. أكيد مش هيكتب wonderful ONE full. هنا بيعتمد على الفهم. فعشان أنا طولت والفيديو سحب في 9 دقايق